لما قلت لصاحبتي على فكره انا هسافر وهاخد منحه، وشوفي في منح كتيره وفي مش عارفه ايه، قالت لي حبيبه هو انتي مجنونه؟ المنح ديت للناس اللي هم العباقرة حبيبتي. قلت لها اه والله بجد، طيب اوكي. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع شويه مختلف عن اللي احنا بنتكلم فيه عاده، لكن في ناس كتير قوي سالتني عنه في الفيديو اللي فات، اللي كان عن رحلتي وازاي ان انا اتقبلت في منحه وجيت سافرت هنا على ماليزيا وبدرس هنا والكلام ده كله. فحبيت ان انا اعمل فيديو يكون فيه كل النقاط المهمه بالنسبه لاي حد حابب ان هو يقدم على اي منحه، مش بس عن المنحه اللي انا فيها. في فيديو قريب تاني هعمله هيكون عن المنحه اللي انا فيها وعن احسن المنح او اشهر المنح للثانويه العامه عموما، هيكون قريب ان شاء الله. فاعملوا سبسكرايب واعملوا زر الجرس عشان خاطر يوصل لكم الفيديو ان شاء الله. لكن الفيديو دوت هكلمكم عن اصلا اساس فكره المنح، وايه اللي هما بيدوروا عليه في اي حد، وازاي تكون انت الشخص اللي اول ما يشوفوك على طول هم اللي يكونوا مبسوطين ان هم لاقوك ويقبلوك في اي منحه. فتابعوا الفيديو دوت بتركيز، ورقه وقلم، لاي حد نفسه ان هو يسافر منحه ويدرس بشكل مجاني تماما وتكون في بلد جديده والكلام ده كله. يلا بينا. اول حاجه لازم اقولها يا جماعه، ما اقدرش اخبيها عليكم، وهي الجي بي اي. هم لازم بيبصوا بشكل من الاشكال على الدرجه بتاعتك، الجي بي اي بتاعك او درجه الثانويه العامه. اوكي، مش شرط انها تكون 90% و95% زي عندنا في مصر، يعني المجاميع الاقل بيكون ليها روم وبيقدروا ان هم يقدموا عادي، لكن عموما لازم يكون في ان هم ضامنين ان الشخص دوت لما يجي هيكون ناجح اكاديميا. ليه؟ لان المنحه مش عايزه حد يجي وبعد كده يسقط، لا قدر الله. تمام، فهم لازم يتاكدوا ان انت اكاديميا شغال، اكاديميا انت تمام. في منح بتبص على درجتك في الجامعه، مش درجتك في الثانويه العامه. لو انت اوريدي دخلت جامعه ممكن يبصوا على درجتك في الجامعه. ودي حاجه صح، خليني اقولها لكم قبل اي حاجه، بلاش فكره انه انا لازم اقدم دلوقتي حالا اتخرجت من ثانويه عامه لازم دلوقتي حالا اقدم ودلوقتي حالا اتقبل ودلوقتي حالا اسافر. عادي يا جماعه لو دخلتوا جامعه وبعد كده سافرتوا، يعني راحت عليكم سنه، ما اسمهاش راحت عليك سنة، انت بتاخد خبرة. اصلا من احسن الحاجات انت على الاقل تاخد سنة في الجامعة قبل ما تسافر وتلاقي عالم جديد ودنيا كلها جديدة. لان ثانوية عامة اللي بيقولوا طالعين من ثانوية عامة انتوا بيبيز حرفيا. فلما تاخدوا شوية خبرة، تاخدوا تخشوا جامعة على الأقل، هتكونوا عندكم مرونة أكتر، أو عندكم خبرة أكتر من إن انتوا تسافروا بعد كده ولوحدكم والكلام ده كله. فمش هتخسروا أي حاجة لما تاخدوا سنة في الجامعة وبعد كده تروحوا بلد تانية تدرسوا فيها. فبلاش التفكير المتحجر ده بتاع انه لا ازاي وتروح عليا سنه، ومش هي سنه يعني مرميه في الزباله، ما هي سنه بنتعلم فيها وبناخد خبره عادي. فعادي جدا، عادي جدا تظبطوا من دلوقتي علشان تقدموا وتروحوا تدرسوا السنة الجاية، مش شرط السنة دي. تمام. فالناس اللي متخرجة من ثانوية عامة دلوقتي ممكن تقدموا دلوقتي وتتقبلوا دلوقتي، وممكن تقدموا وتتقبلوا للسنة الجاية أو للفترة الجاية. عادي يا جماعة، ريلاكس. والناس اللي لسه تدخل ثانوية عامة جهزوا بقى من دلوقتي، بحيث ان انتوا لو حابين تقدموا على طول اول ما تتخرجوا او تسافروا على طول اول ما تتخرجوا تكونوا انتوا اوريدي جاهزين. يبقى احنا اول حاجه اتكلمنا عن الجي بي اي، درجه الثانويه العامه مهمه 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 مهمه. اوكي، لكن مش اهم حاجه، مش هي العامل الاول والاخير. الناس اللي معتمده على النتيجه بس غلط، في عوامل تانية كتيره جدا المنح بتبص عليها، لان هي مش عايزه حد متفوق فقط. ايه بقى هي العوامل دي؟ بيبصوا على الانشطه بتاعتك انت كطالب، هل انت انسان فعال في المجتمع ولا لا؟ طيب هيشوفوا ده ازاي؟ هيشوفوا ده عن طريق الانشطه بتاعتك. هل انت عندك انشطه تطوعيه مثلا؟ عملت اي حاجه تطوعيه؟ عملت اي حاجه في بيئتك في مجتمعك؟ حاولت تغير حاجه؟ حاولت تظبط حاجه؟ انت عملت اي حاجه ولا لا؟ ولا انت بس بتذاكر وتجيب درجات عاليه؟ فالانشطه التطوعيه مهمه. اي بلد فيها مؤسسات تطوعيه فروحوا اشتركوا. مصر فيها مؤسسات تطوعيه بالهبل، عندكم رساله، عندكم مستشفى 57، عندكم اماكن كتيره جدا ممكن تروحوا تتطوعوا فيها ويكون عندكم خبره في التطوع، ودي حاجه اصلا هتفيدكم. حتى لو ما ندوش على منح، انتوا كده كده مستفيدين، كده كده بتبنوا شخصيتكم وبتبنوا علاقات مع ناس حلوه. انت متخيل رايح مثلا تشتغل بتتطوع في مستشفى، اصحابك اللي معاك هيبقى شخصيتهم عامله ازاي؟ اكيد ناس عقليتها مختلفة، ناس حابة انها تعمل حاجة حلوة، حابة انها تعمل خير، ناس بتطور من شخصيتها.
فدي علاقات كويسة جدًا ليك، يعني الفوائد بتاعة التطوع لا تُعَد ولا تُحصى، وممكن تيجي لكم فرص تانية للسفر، فرص تطوع، مش شرط تكون فرص دراسة. عمومًا دي حاجة مهمة ليكم أيًا كان، فاتطوعوا. طيب الحاجة التانية أي أنشطة تانية مش شرط تطوع، ممكن دخلت مسابقة، ممكن حاولت تعمل project معين، فطبعًا أي نشاطات، أي شهادات، أي جوايز مهمة. الحاجات دي مهمة بجد بتفرق. ممكن تكونوا متخيلين الحاجات دي يعني مش هتفرق او دي شهادة عبيطة اخدتها وانا مش عارفة في اعدادي، لا، ده كله بيبني في شخصيتك وفي نظرتهم ليك انه ده شخص عمل كذا وكذا وكذا، فبيبدأ يكون عندهم فكرة معينة عنك وعن شخصيتك. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ اول حاجة الجي بي اي او درجتك، تاني حاجة الأنشطة التطوعية، والأنشطة أي أنشطة تانية غير أكاديمية، أي جوائز، أي شهادات. تالت حاجة ايه بقى؟ تالت حاجة حاجة اسمها خطاب التوصية، هتسمعها كتير. يعني ايه خطاب توصية؟ خطاب توصية يعني أي شخص مسؤول عنك بيوصي بيك للجهة اللي انت مقدم عليها، المنحة اللي انت مقدم عليها. بمعنى غالبا انت لو حد بيقدم على ثانوية عامة فانت محتاج مدرس، ما اشتغلتش مثلا فهيبقى المدير بتاعك غالبا هيبقى ايه؟ المدرس بتاعك. فالمدرس بيقول لهم ان ده كان طالب مجتهد عندي، ده كان طالب بيساعد الطلبة التانيين، ده كان طالب شاطر جدا، ده كان طالب. اي حاجات بقى عن شخصيتك انت، حاجات عن شخصيتك انت، حاجات حقيقية عنك يعني. حاولوا. ماشي. طيب هتعملوا ده ازاي؟ عشان نكون واقعيين، غالبا مش هتروح لمدرس وتخليه ويعني ويكتب لك خطاب توصية انجليزي محترف والدنيا زي الفل، غالبا مش هيقدر يعمل كده. فهتعمل ايه؟ ده اللي انا عملته وده اللي انا استخدمته. بعد ما خلصت ثانوية عامة رحت لمدرسين اتنين بيحبوني، وظبطت انا خط توصية مع نفسي. ما كانش ساعتها في جات جي بي تي، بس يعني ظبطت خطاب توصية ويكون لايق فعلا، فعلا كلام كله صح على شخصيتي من غير نرجسية يعني، بس هو كلام عني فعلا وبالانجلش. ورحت لهم قلت لهم ده خطاب توصية علشان انا بقدم على واحد اتنين تلاتة، بقدم على منح، فمحتاج ان انتوا ايه تساعدوني في ده. فهم عملوا ايه؟ مضوا. بس مضوا. وعملت كده مع استاذين، وبعد كده انا اخدت الورق اللي هم مضوه ورحت للمديره، كمان المديره كانت بتحبني، قلت لها بليز انا محتاجه اختم ده من المدرسه لان انا حابه ان انا اقدم على منح. فانتوا اعملوا كده، اعملوا خطابات توصيه وامضوها من مدرسين بيحبوكوا وروحوا اختموها من المدرسه. كده انتوا معاكوا خطابات توصيه جاهزه بقى لايه؟ لاي منحه. ويا جماعه ما تعملوش خطابات توصيه لمنحه معينه، ما تكتبوش في الخطاب للمنحه اليابانيه، للمنحه التركيه، ما تكتبوش اي حاجه، سيبوها علشان انتوا هتستخدموها في كل المنح اللي هتقدموا عليها. طيب بعد ما ظبطنا خطابات التوصيه حاولوا يكونوا اتليست اتنين، لو تقدروا تخلوهم تلاتة خلوهم تلاتة. لو رحتوا مثلا مكان تطوع وفي حد شغال هناك ممكن تعملوا خطاب توصيه وتخلوه يمضي عليه. اي مكان تروحوه وتعرفوا تستغلوا، مش تستغلوا يعني، بس تستغلوا فرصتكم ان انتوا هناك وتخلوا شخص هناك يمضيلكوا على خطاب توصيه او يعمل لكم خطاب توصيه، اعملوا كده. ماشي، خليكم اذكياء، او اي فرصه استغلوها واعملوا خطابات توصيه. طيب خلصنا خطابات توصيه، بعد كده بقى عندنا حاجه اسمها خطاب النوايا. بنسمع كتير خطاب النوايا، خطاب النوايا. ما هو خطاب النوايا؟ خطاب النوايا ببساطه اكتر حاجه بتبين شخصيتك هم بيهتموا بيها او بيشوفوها. ليه؟ لان ده المكان الوحيد اللي انت بتتكلم فيه عن نفسك وبتقول فيه انت ليه عايز تسافر على المنحه ديت، ليه عايز تسافر على البلد ديت، ليه عايز تدرس التخصص دوت، اشمعنى الجامعه ديت، اشمعنى ليه كل الاسئله ديت. اوكي. طيب في منح هي بتكتب بتقول لك بالظبط احنا عايزينك تجاوب على الاسئله واحد اتنين تلاته. ليه احنا المفروض ندعمك ماديا؟ فانت هتتكلم ان انت وضعك المادي لا يسمح ان انت تدرس على حسابك مثلا. ليه انت عايز التخصص دوت؟ فانت هتتكلم عن قد ايه ان انت بتعشق هذا التخصص منذ نعومة اظافرك، وان انت عملت فيه كذا كذا كذا، وان انت اخدت فيه كورسات، وان انت ده شغفك في الحياة، وان انت عايز لما تتخرج تشتغل فيه وتعمل مشروع خيري وتساعد مجتمعك. اعملوا حوار كبير، بينوا ان انتوا شخصية كبيرة عندها احلام كبيرة واهداف كبيرة وعندها حياة، مش مجرد شخص انا عايزة اسافر وعايزة اركب الطيارة. اما اول ما يحسوا ده منك، نو. هم عايزين حد فعلا شخص دماغه كبيرة وعنده أهداف كبيرة في حياته.
خطاب النوايا ما اقدرش ان انا اقول لكم بالظبط تعملوا فيه ايه، لان ده بيختلف على حسب المنحه والحاجات دي كلها. لكن الشات جي بي تي ما سابش حاجه، ما تعتمدوش عليه برضو بشكل كامل، لازم يكون انتوا اللي كاتبين فيه فعلا حاجه من قلبكم. حاولوا توصلوا لحاجه في قلبكم، حاولوا ان انتوا ما يبقاش كلام بس بتحاولوا تقنعوا بيه المؤسسه ان هي تاخدكم، حاولوا توصلوا لحاجه فعلا حقيقيه جواكم. لان كمان هم هيسالوكوا على فكره على كل حاجه في الانترفيو لما تتقبلوا ان شاء الله. تمام. فلازم تكون كل حاجه مرتبطه بيكوا نوعا ما. حاول فعلا التخصص اللي تقدم عليه تكون انت فعلا من قلبك عايزه وشايف نفسك فيه، انك لو مقدم على هندسه عشان بابي قال لي هندسه او عشان شكلها حلو وهم سالوك ليه عايز هندسه ومعرفتش تجاوب، مش هيختاروك. تمام. واحنا عايزينهم يختارونا. وهنا بنوصل لحاجه معينه مش تانجبل، مش حاجه هم هيمسكوها بايديهم، بس هم حاجه هيحسوها منك. طاقتك بيحسوها، طريقة تفكيرك، هل انت شخص مخطط للمستقبل ولا لأ، بت... عندك شغف ولا لأ، انت مسافر عشان خاطر عندك احلام واهداف وحابب تعيش الحياة بشكل معين، ولا انت بس عايز تهرب من بلدك. هم يقدروا يحسوا لو انت بس عايز تهرب وخلاص. اوكي. فلازم يكون انت فعلا عندك هدف اكبر من انت بس عايز تسافر وعايز تسيب البلد ديت والكلام ده كله، لانه الحقيقه ان انت اصلا لما تسافر هتكتشف ان الحياه بره مش مثاليه زي ما انت كنت فاكر، وهتكتشف ان بلدك ممكن تكون احسن في حاجات كتير جدا، وهتحس بالغربه وهتبقى عايز ترجع. يعني هتتعرض للضغوطات ولعوائق. لو انت ما عندكش هدف هتستسلم وهترجع. وفعلا في طلبة كتير مش كتير قوي يعني، بس بتبقى الدنيا صعبة قوي عليهم، وهم كانوا فاكرين ان الحياة بره جنة، فبيلاقوا ان الدنيا بره مش جنة ولا حاجة، فبيرجعوا لأهاليهم. هم عايزين يميك شور ويتأكدوا ان الشخص اللي احنا هنقبله ده مش هيرجع معيط وهيستحمل الحياة وقد المسؤولية. فانت لازم تبين لهم شخصيتك اول حاجه من خطاب النوايا بتاعتك، طبعا كمان بتبان من خطاب التوصيه، وبعد كده بتبان من الانترفيو. طيب ده هتشتغل عليه ازاي؟ لازم تشتغل على نفسك. مفيش هنا تشيت شيت كود، مفيش هنا حاجه من شات جي بي تي هتيجي تنقذ لك الدنيا. لازم فعلا تشتغل على نفسك وتكون مؤمن بنفسك وتكون مؤمن باحلامك واهدافك و whatever you are doing. لازم يكون عندك هدف ورؤيه وخطه للمستقبل، والحاجات دي كلها هم هيشوفوها، فاشتغل عليها علشان لو مش عشان المنحة علشان نفسك. اخر نقطة هي نقطة الامتحانات الدولية زي التوفل والايلتس وزي الاي سي تي والسات والكلام ده كله. في منح كتيرة مش بتطلبهم، المنحة اللي انا فيها اصلا ما كانتش طالباهم. وكمان منحة الحكومة التركية، منحة الحكومة الكورية، اليابانية، كلها ما بتطلبش توفل ولا ايلتس. تمام. لكن اللي هيقدموا معاك ممكن يكون معاهم توفل او ايلتس، فانت محتاج ان انت تثبت انه انت مؤهل وان انت معاك انجلش. فلو انت عندكم القدره، مش لو يا جماعه انتوا اخدتوا دروس ثانويه عامه دفعتوا فيها دم قلبكم، فما جاتش على امتحان الايلتس اللي هتدفعوا فيه عشان خاطر تاخدوا شهاده الايلتس، لو تقدروا ان انتوا تعملوا كده بليز اعملوا كده، وذاكروا للايلتس وخدوه عادي. عندكم وقت، خدوا وقتكم وتذاكروا للايلتس وتاخدوا الايلتس علشان تعلوا فرصتكم في ان انتوا تقبلوا في اي منحه. طيب اللي هيقول طب انا ايش ضمني بعد ما اخد واعمل كل دوت ما تقبلش؟ مفيش اي ضمان، عشان اكون واضحه معاكم، مفيش ضمان. لكن احنا ما بنعملش ده عشان خاطر 100% تقبل، عشان خاطر 100% هسافر. احنا بنعمل ده عشان ده حلمي. انا حلمي ان انا اسافر، حلمي ان انا اعيش تجربه مختلفه، حلمي ان انا اقابل ناس من بلاد مختلفه واتطور وشخصيتي تتطور واتعرف على ناس جديده. وفي حد حلمه كده، فلو انت شخص ده حلمك مفيش حاجه هتوقفك. وما تجيش عند حاجه وتقول يعني طب لو انا لو عملت دوت وما نجحتش في الاخر. لا، احنا ما بنفكرش كده. احنا بنفكر انه انا هعمل كل اللي اقدر عليه، كل اللي انا اقدر عليه لازم اعمله، لازم احاول واجتهد فيه عشان ربنا يرزقني وربنا هيرزقك. فلو تقدروا تاخدوا توفل او ايلتس او الاي سي تي، اظن السات اتلغى في مصر، خدوهم ماشي، عشان هيعلوا جدا نسبتكم وهيوديكوا بقى مرحله تانية. انتوا ممكن تقدموا على منح في امريكا والاماكن ديت. نقطه مهمه قوي عايزه اقول لكم عليها، ما تركزوش على منحه واحده وما تركزوش على مكان واحد وبلد واحده. الاماكن كتيره جدا، البلاد كتيره جدا. انا في منح قدمت عليها واترفضت فيها، وبعدين قلت الحمد لله ان انا اترفضت، يعني الحمد لله ان انا ما روحتش البلد ديت. بعد كده اكتشفت انها مش احسن حاجه ليا. فما ما تنشفوش دماغكم على حاجه واحده وحته واحده، واللي ما اتقبلتش فيها انا مت، لو ما اتقبلتش فيها انا حياتي انتهت.
لأ، مش عايزين نفكّر بالشكل ده، قدّموا على كل الفُرَص اللي قدّامكم وكل الفُرَص المتاحة، علشان أنتم ما تعرفوش الخير فين أصلًا. آخر حاجة حابة أقولها لكم هي إن أنا من وأنا في إعدادي وأنا باقول لصحابي وباقول لأهلي إن أنا هاسافر وهاسافر بمنحة وهاعمل مش عارفة إيه، وما حدّش صدّقني وما حدّش كان واخدني أصلًا seriously، بس أنا ما اهتمتش بصراحة. فضلت أعمل اللي أنا باعمله، قدّمت على مِنَح، اترفضت، فضلت أكمّل. ففكرة إن المنح ديّة هي لناس معيّنة وناس محددة وناس محظوظة أو ناس مجتهدة جدًا أو ناس العباقرة أو الأوائل، يا جماعة دي فكرة غلط، في ناس بتسافر وهي جايبة 70% أو مجموعات أقل، ناس عادية جدًا، بس هم اختاروهم، أوكي؟ فما تفكّروش بالشكل دوّة إن هو ناس بقى جامدة، في ناس عادية جدًا بتسافر وأنت ممكن تكون شخص منهم، أنتِ ممكن تكوني واحدة منهم، فما توقّفوش نفسكم من ناحية الموضوع دوّة، أي حد ممكن يتقبل، أي حد ممكن يسافر، حتى أنت، حتى أنت، حتى أنتِ، حتى أنتِ ممكن تسافري. لازم يكون عندكم إيمان بنفسكم قوي، ولازم كمان تبيّنوا دوّة في الinterview، ما ينفعش تبانوا إن أنتم مهزوزين وPlease اقبلوني no، no، مش ما بنكونش كده، بنكون اللي هو أنت عارف نَفْسك، أنتِ عارفة نَفْسِك وواثقة في نَفْسِك، ولو ما قبلتونيش عادي، أنتم مش الفرصة الأولى والأخيرة في حياتي، تمام، لكن كمان بتبيّنوا لهم قد إيه إن أنتم مهتمين وقد إيه إن أنتم عاجبكم التخصُّص والجامعة والبلد وهو ده شغفكم وهو ده اللي أنتم عايزينه والكلام ده كُلّه بقوة مش بضعف، مش بإنه please اقبلوني، please ادوني منحة عشان أنا مش معايا no. في آخر حاجة نسيتها. بالنسبة لموضوع اللغة، في منح كتير ممكن تطلب اللغة، ممكن تطلب إن أنت يكون معاك IELTS، في منح كتير ممكن ما تطلبش، لكن في كل الحالات أنت محتاج English علشان الinterview وعلشان ورق المنحة وعلشان كذا حاجة، تمام، فأنت كده محتاج English، فاشتغلوا على الEnglish، ده جزء مهم، ده آخر حاجة نسيت إن أنا أضيفها، اشتغلوا على الEnglish علشان نفسكم وعلشان كل حاجة أصلًا محتاجة English، فما تهملوش النقطة ديّة النقط الأساسية، ركّزوا على كل جزء منها، ولو ضبطتوا كل الأجزاء بتاعتكم أكيد بإذن الله هتتقبلوا على الأقل في منحة أو 2 من المنح اللي هتقدموا عليها. اوعوا تفقدوا الأمل في نفسكم وبس، خليكم دايمًا متفائلين وشغوفين في الحياة، وإن شاء الله ربنا هيرزقكم الفرص اللي أنتم تستحقوها. وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد الأسبوع الجاي، باي باي.